النهاردة هنفرز مع بعض البطاطس بطريقة بسيطة جدا زي اللي بنشتريها من السوبر ماركت، والكيس وصل 20,000 جنيه. تعالي بقى معايا نفرزها لسحور رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ومش بس السحور، تبقى موجودة عندك في الفريزر، ودلوقتي سعرها حلو جدا. تقدري تجيبي منها الكمية وتفرزيها، تبقى موجودة عندك طول السنة. ولا الحوجة لأي حد، ولا هنشتريها ب10 تلاف ولا ب20. ده الكيلو ب5 جنيه ومالي السوق. يلا نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اهم حاجة تختاري نوع البطاطس تكون كويس. يعني البطاطس اللي انا مستخدماها النهاردة دي بطاطس للتحمير. بطاطس كده ملمسها من بره بيكون رملي شوية، يعني لما تحطي ايديك عليها تلمسي الرمل كده بايديكي. تمام كده تمام. طبعا تقدري تجيبي الاحجام اللي انت عايزاها، في منها كبير وفي صغير، بس انا فضلت ان انا اجيبها كبيرة كده علشان خاطر ما هقدرش كمية كبيرة من القشر. وكمان جايبه كميه صغيره هقولك هنعمل بيها ايه. مسكت البطاطس وبدات ان انا اقشرها، واحسن حاجه تقشري بيها البطاطس هي القشوره. وعارفه اللي في ناس كتير هتسالني عن القشاره، طب احنا بنجيبها وتتكسر مننا. القشاره اللي انا جايباها دي اسمها شيف، قشره حلوه جدا وسعرها يعتبر لو ضربتي القشرات اللي انت استخدمتيها كلها في سعرها هتلاقيها يطلع لك. يعني انا جايباها ب40 جنيه، بس عايزه اقولك ممتازه جدا، ولا بقى ب10 ولا ب5. لو قابلتيها هتجيبيها وهتريحك ان شاء الله. قشره ستانلس وما بتتكسرش، وما تخافيش ولا يحصل لها اي حاجه، مش دعايه للقشره ولا اي حاجه، ما تخافيش. قشرت كميه البطاطس كلها، اخدها بقى معايا على الحوض كده واغسلها غسله تمام، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبت كده البطاطس بعد ما غسلتها كويس جدا، عايزه بقى اخلص الكميه بسرعه جدا. اعملي زي ما هبه هتعمل. عملت ايه يعني؟ مسكت حبايه البطاطس وبدات اللي انا اقطعها بالشكل دوت كلها على بعضيها كده. ما انا عايزه انجز، ما انا مش هقعد 3 ايام في المطبخ اقشر واقطع بطاطس. ما هو مش عشان خاطر هفرش شويه بطاطس اقعد اليوم كله في المطبخ. بس كده. قطعتها بكل سهوله. لو مش حابه تعملي كده وخايفه على ايديكي تتعور، قطعيها بالطريقه اللي تريحك. بس عايزه اقولك دي طريقه بتسهل وبتخلص بسرعه. لو قدامك كميه كبيره هتنجزي الوقت وتخلصي كله مره واحده. هعمل كمان بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، بس في طريقه تانية حابه اللي انا اوريها لك وهوريها لك دلوقتي، عشان برضو تبقى ايه، عندك كل المعلومات الكافيه عن الموضوع. دي الطريقة العادية اللي احنا ما بنهدرش منها كمية كبيرة من البطاطس. لكن لو حابة بقى تعملي طريقة المحلات او الشركات اللي هي ب20,000 جنيه، تعالى اقولك عليها. طريقة برضو حلوة، بس هتهدري شوية من البطاطس. اول حاجة تجيبي حباية البطاطس وتقطعي الاطراف بتاعتها بالشكل دوت كده. انا عايزة البطاطساية من بره تبقى شكلها مربع. طبعا اللي طلع دوت انا مش هرميه، انا هقطعه واحطه تاني، بس انا حبيت اوريكي. هنا كده همسك بقى البطاطس وابدا ان انا اقطعها بالشكل دوت. وبعد كده هحطهم كلهم على بعض واقطعهم صوابع قد بعض. طبعا وانا بقطع بايديا من شويه حاولت على قد ما اقدر ان انا اعمل الكميه كلها قد بعض، ولا كبيره ولا صغيره، عشان تستوي معايا في الزيت. هنا كمان عملت البطاطس كلها حجم بعض بالشكل دوت كده. ده كده الشكل اللي بيتباع في المحلات. اهو ده كده شكلها. بس هتهدري كميه كبيره منها. لو انت حابه براحتك، قدامك ديت وقدامك ديت، وانت بقى حريه، ليكي حريه الاختيار. خلاص كده خلاص. عايزه اقولك كمان الشركات لما بتعمل الطريقه ديت كده هي ما بتهدرش بقى الكميه اللي طلعت دي. دي بيعملوها وبيبقى فرز تاني او فرز تالت، وبيبيعوه برضو في اكياس معلبه برضو بنفس الطريقه، بس تبقى حجمها صغير. خلصت الكميه كلها. تعالي بقى معايا حله على النار والميه بتغلي، حطيت فيها نص كوبايه من الخل، ونزلت بمعلقتين من الملح. الخل هنا مش هيخلي البطاطس تسود حتى لو قعدت في الفريزر سنه كامله. بعد كده نزلت بكمية البطاطس كلها. لو انت عاملة كمية كبيرة اوعي تنزلي بيها كلها عشان الحلة. انزلي على قد كمية المية اللي انت حطاها. انا نزلت بنص الكمية. طبعا المية كانت بتغلي معايا والملح داب وكده تمام. نزلت بالبطاطس، بس البطاطس ساقعة، فلما نزلت بيها خلاص المية بردت معايا، فهستنى لحد ما المية تغلي معايا تاني من اول وجديد. يعني ما قلتليش اسيب البطاطس قد ايه في المية؟ ما تسيبيش البطاطس في المية غير لما المية تغلي. انا هنا دلوقتي كنت مستنيه الميه تغلي معايا، وحضرت معايا طبق كبير فيه ميه من الحنفيه عادي. لو احنا في الصيف هتبقى ميه فيها تلج، لكن هي اصلا الميه بتنزل في الحنفيه متلجه. في الوقت دوت اول ما الميه تحسي اللي هي غليت معاكي، تسيبي البطاطس من تعدي من 1 ل10 وبعد كده تطلعيها.
خلاص الميه بدات تغلي معايا من الجوانب اهي زي ما انت شايفه. هبدا بقى اللي انا اعد من 1 ل10 وبعد كده هطلع البطاطس. يعني تطلعي البطاطس امتى؟ من بعد غليان الميه من 1 ل10. تعدي من 1 ل10 وبعد كده تطلعي البطاطس. بس كده. هطلع بقى البطاطس واخدها على ميه ساقعه على طول عشان اعمل لها صدمه وما تكملش مرحله التسويه بتاعتها. ومش بس الميه ديت بس اللي هسيبها فيها، لا ده احنا هنروح هناك وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه في البطاطس. خليكي بقى شاطره وقروبه ولهلوبه واعملي كده زيي. عايزه اقولك والله مش شرط سحور رمضان بس اللي احنا هنفكر فيه. انتي لو طلعت شويه بطاطس جنب شويه مكرونه كده على الفطار واي نوع بروتين انتي عاملاه هيبقى الموضوع تمام وزي الفل. شويه بطاطس جنب بتنجان جنب طبق فول بطماطم الموضوع برضه هيكون جميل. والحمد لله على كل حال. هنزل ببقيه الكميه بالشكل دوت كده وهسيبها برضو لحد ما تاخد الغلوه الاولانيه وبعد كده هعد على ايديا لمده 10. تعالي بقى نروح على الحوض ونشوف هنعمل ايه في الميه دي. طبعا انا لما حطيت البطاطس في الميه سخنت معايا. فهبدا دلوقتي اللي انا ارمي الميه ديت واحط ميه ساقعه من الحنفيه عشان خاطر اوقف عمليه السوى. معايا مصفى هبدا اللي انا اصفي البطاطس كويس جدا. طبعا عارفه اللي في ناس دلوقتي هتكتب لي في الكومنتات طب ما قالتهاش ليه في الزيت. هو موضوع الزيت دوت بجد كده يعني ايه ينفع. طب قولي لي طيب بالنسبه لاسعار الزيت اللي احنا بنشوفها دلوقتي لسه كمان هنحمر البطاطس في الزيت؟ كفايه علينا اللي احنا هنحمرها بعد كده. فانا عايزه اقولك والله دي طريقه حلوه جدا انا مجرباها بقالي على الاقل كده 8 سنين بعمل الطريقه ديت ممتازه جدا. جربيها وعلى ضمانتي وان شاء الله باذن الله هنستعملها مع بعض الايام اللي جايه او الفتره اللي جايه ان شاء الله. بصي طريقه الزيت ليها طريقه وليها طعم والطريقه ديت ليها طريقه برضو وليها طعم مختلف تمام. انا شايفه ان الطريقه دي احسن طريقه تقدري اللي انت تنفذيها. بعد ما شطفتها مره واتنين وتلاته واتاكدت تماما اللي هي خلاص بردت معايا ومفيهاش اي نوع من انواع السخونيه خالص. جبت فوطه ناشفه او فوطه نظيفه ايا كان يعني اهم حاجه تكون نظيفه. وكمان لو مش عندك فوطه ممكن كيس مخده تكون نظيف وتبداي اللي انت تنزلي عليه البطاطس بالشكل دوت. ومعايا فوطه تانية برضو نظيفه وناشفه وبدات اللي انا انشف البطاطس كويس جدا. اهم حاجه في المرحله دي اللي انت تعملي الخطوه دي. قد ايه الخطوه دي ممتازه لو عملتيها. خلاص دلوقتي خلصت كميه البطاطس كلها ونشفتها. هجيب بقى معايا صينيه والصينيه دي انا هدخلها الفريزر ايا كان بقى نوع الصينيه المتوفره عندك. حطيت كيس بلاستيك وبدات اللي انا ارص البطاطس بالشكل دوت كده. عايزه كل حبايه بطاطس كده لوحديها. لو انت شايفه الموضوع متعب لا هو مش متعب خالص بس ممكن يكون الشرح طويل شويه. لكن لو دخلتي المطبخ تنفذي هتلاقي الموضوع بسيط جدا. والاسهل منه لما الولاد يعوزوا بطاطس يا دوب هتسحبي الكيس وتحمريه على طول. خلصت الطبقه الاولانيه جبت كيس بلاستيك وحطيت الطبقه التانية بالشكل ده. انا هدخل البطاطس الفريزر تشمع وبعد كده هخرجها اعبيها في الاكياس وهشيلها تاني في الفريزر. هجيب كيس بلاستيك تاني واحط طبقه وانزل ببقيه الطبقه التانية بالشكل دوت كده لحد ما اخلص الطبقات كلها. خلاص دلوقتي كنت خلصت الطبقات كلها دنيا تمام وزي الفل. هدخل البطاطس دي الفريزر بس هغطيها. تعالي بقى نعمل مع بعض البطاطس الحشو. بطاطس الحشو من من انواع البطاطس اللي بتبقى جميله جدا. وطبق كده ممكن ما نقولش عليه رئيسي لكن نقول عليه طبق جانبي على السفره. بيكون شكله حلو ومالي مركزه وما بياخدش كميه لحمه كبيره. وممكن تستبدلي اللحمه باي حاجه تانية انت حباها. اي حشوه تانية تمام كده تمام. همسك البطاطس والبطاطس دي حجمها حلو قوي وموجوده دلوقتي كتير جدا في الاسواق. هقشرها واعمل لها قاعده زي ما انت شفتي كده. بعد ما اعمل لها القاعده مش هقورها من ناحيه القاعده هقورها من الناحيه التانية عشان خاطر لما اجي اقدمها على السفره تبقى شكلها حلو كده وهي محطوطه. عشان كده بقطع الحته اللي من تحت. هقورها بقى بالمقوار. في ناس بتحب تقورها بالسكينه وفي ناس بتحب تقورها بالمقوار. المقوار بيكون سهل وبسيط بس بالراحه وعلى مهلك. بصي الفتحة بتاعتها صغيرة لكن من جوه انا وسعت على قد ما اقدر عشان تاخد كمية لحمة مناسبة ويكون طعمها حلو.
طبعا انا لو هعملها دلوقتي على طول كده واجهز الوصفة على طول اكيد هسلقها، لكن انا مش عايزة ان انا اسلقها عشان لو سلقتها تتكسر مني في الفريزر والموضوع هيكون صعب جدا. هخلص التقوير بتاعها وتعالى اقولك هنعمل ايه. طبعا التقوير اللي هيطلع دوت انت بقى مش هينفع تستغليه في اي حاجة خالص غير اللي انت ممكن تعمليه مسلوق، وتعمليه مثلا بطاطس محشية جبنة موتزاريلا، بطاطس بالبيض والبقسماط اللي هي بتبقى محشية جبنة موتزاريلا، او ممكن تسلقيها والولاد ياكلوها او تحمريها دلوقتي والولاد ياكلوها. المهم ان مفيش حاجة هتترمي. معايا شوية زيت والكمية مش كبيرة، كمية صغيرة واقدر ان انا استخدمها بعد كده. انا كده كده هحمر فيها بطاطس بس. هنزل بكمية البطاطس كلها، وطبعا تقدري تضعفي الكمية اللي انا عاملاها. هخليها لحد ما تاخد لون معايا. في تكايه بس حابه اقولك عليها، التقوير بتاع البطاطس اللي انا لسه مطلعاه دلوقتي، لو انا هعمل البطاطس في وقتها ومش هتكون متفرزه عندي في الفريزر، التقوير دوت انا هحط عليه ملح وفلفل وافرده في قلب الصينيه، وبعد كده هاخد البطاطس احشيها اللحمه المفرومه او اي حشوه انا عايزاها واحطها عليها. وقبل كده عملت معاكم طريقتي في البطاطس المحشيه قد ايه بتكون جميله وطعمها حلو وشكلها مغري كده وانتي بتاكليها. هنا مش هقلب البطاطس غير لما تبدأ اللي هي تتشمع معايا وتاخد طبقة كده من بره، بحيث اللي هي ما تتكسرش مني لما احطها في الفريزر. هتأكد اللي اتحمرت كلها من الاتجاهات كلها، بعد كده هطلعها على طبق عليه مناديل. موضوع سهل وبسيط ومش صعب ولا اي حاجة. البطاطس دي سعرها حلو جدا في السوق دلوقتي. تقدري كمان البطاطس اللي حجمها صغير دي تفرزي منها صوابع برضو. بعد كده بعد ما البطاطس اتشمعت معايا في الفريزر شويه، هجيب بقى الاكياس وابدا اللي انا احطهم على الاكياس. انا هنا بحط الكيس على قد الوجبه، انت حابه تحطي الكميه كلها في كيس واحد وتطلعي منه عند الاستخدام وبعد كده ترجعيه الفريزر تاني، مفيش اي مشاكل. طبعا البطاطس لما اتشمعت معايا في الفريزر بقت كل واحدة لوحديها. حابة اقولك البطاطس دي قعدت في الفريزر ليلة كاملة، يعني انا عملت موضوع البطاطس بالليل الساعة 10 بالليل، تاني يوم الساعة 10 الصبح بدأت اللي انا اطلعها من الفريزر واعبيها في الاكياس معاكي دلوقتي. هحط الطبقة الاولانية وبعد كده مستمرية في بقية الطبقات، وجربيها وعلى ضمانتي والله واثقة اللي هتعجبك، ولا هتسود ولا يحصل لها اي حاجه. المهم بس في الموضوع اللي انت تطلعيها من الفريزر على زيت سخن جدا. ما ينفعش تطلعيها مثلا على الساعه 8 9 وتقولي ايه انا هحضر السحور من دلوقتي واروح مطلعه البطاطس مع كيس الفول اللي انا مشايلاه في الفريزر وسايباه يفك. لا، الفول ماشي لكن البطاطس مش ماشي يا اختي. البطاطس طلعيها على الطاسه على طول. خلاص دلوقتي عملت الكمية، خرجت منها الهواء كويس جدا. تقدري تربطي الكيس او تعملي كده زي ما هبة عملت على حسب ما انت عايزة. المهم اللي انت تمشي ورا الخطوات صح، وان شاء الله باذن الله النتيجة هتطلع معاكي صح الصح. خلاص خلصت معايا. طلعوا معايا كام كيس؟ تعالي نعدهم كده مع بعض. كده معايا 6 اكياس. في حاجة تانية؟ لسه في واحد تاني، يبقى كده معانا 7 اكياس. يا ترى في تاني ولا خلاص على كده؟ لا خلاص كده. ده بقى كده طبق البطاطس اللي برد معانا. تعالي نشوف هنعمله ازاي. معايا اي طبق بقى او علبة بلاستيك او طبق فل او اي حاجة اللي انت عايزاه، هتحطيها بالشكل دوت كده، بس اهم حاجة تقفلي عليها الاسترتش كويس. هرصها. طب البطاطس دي هطلعها امتى وهستعملها ازاي؟ هتطلعيها قبل ما اول ما تخلصي اللحمه المعصجه تسيبيها تفك لمده ربع ساعه، وبعد كده تحشيها وتبداي سوا فيها على طول. بس كده خلاص خلصنا بطريقه التفريز البطاطس. ان شاء الله باذن الله في تفريزات جايه هنعملها مع بعض الفتره اللي جايه. وفي تفريزات انا عملتها معاكم، لو عايزه اي طريقه اكتبي لي في الكومنتات وهسيب لك اللينك بتاعها ان شاء الله باذن الله. فرزنا مع بعض كل انواع الخضار ما عدا الكرنب هنعمله مع بعض ان شاء الله. بحبكم في الله احلى واطيب اخوات. ما تنسيش تحطي اللايك، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.